بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحييكم جميعا من قناة وصفة في المطبخ. النهاردة معانا نوع من أنواع الأكلات الجميلة جدا، والمغذية والمحببة عشان أطفالنا. الأكلة دي بيتاكل معاها، ممكن هتاكلي رز، طبعا ما ينفعش معاها المكرونة. صينية البطاطس بالفراخ هنعملها جوه الفرن. معايا المكونات بتاعتي، وقبل ما نبتدي في المكونات يلا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس وتعليق مشجع. معايا زي ما انتوا شايفين كده المكونات بتاعتي: قوطة وجزر وبصل وفلفل اخضر. مقطعاهم كده عشان احطهم في الكبة، عشان الكبة يعني ايه تقطعهم تقطيع صغير جدا. ومعايا البطاطس قشرتها وغسلتها ومقطعاها مكعبات كبيرة، مقطعاها شرايح كبيرة عشان ما تتفتفتش. ما ينفعش ان هي تبقى رقيقة كده او رقيقة، ما ينفعش. رجعنا تاني للخضار بتاعنا اللي احنا مقطعينه عشان ناخده نوديه في الكبة. هنحطه في الكبة زي ما انتوا شايفين كده، عشان زي ما قلنا هنقطعه قطع صغيرة. شايفين لو بصينا على المكونات بتاعت الخضار دي كلها نلاقي فيها بسم الله ما شاء الله فيتامينات كتيرة جدا. يعني الفلفل والجزر والبصل والقوطة، آه تنويع، يعني تشكيلة من الفيتامينات المفيدة للجسم جدا جدا. عملت الخضار بتاعي في الكبة، ودي البطاطس هحطها في الصينية كده، وبعدين هاخد معجون الحاجات اللي انا طحنتها في الكبة دي، الخضار بتاعي، وهحطه على البطاطس بس مش كله، ده جزء منه، هحطه جزء من المعجون ده فوق البطاطس. وطبعا هقلب بيه البطاطس كده واوزعه على البطاطس. وهجيب الفراخ بتاعتي، الفراخ دي انا سلقاها نص سلقة عشان اكمل سواها مع البطاطس في الفرن. اجيب الفراخ كده واحطها، وهجيب باقي الصلصة بتاعتي هفرشها كده فوق الفراخ والبطاطس بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. المكونات بتاعتي عشان عاملاها طبعا في الكبة فما فيهاش مية، بس انا هحط عليها لما اوديها عند البوتاجاز، هحط عليها شوية من الشوربة عشان تغلي وتستوي نص سوي. معايا توابل فلفل اسمر وكمون وملح برضه هوزعهم على الصينية كده. وهكون طبعا حاطة مادة دهنية، زيت او سمن او زبدة، اي حاجة من الحاجات دي تكون موجودة في مطبخك او تكون موجودة عندك. ما توقفيش نفسك على حاجة، اعملي اكلك باي حاجة وابسط التكلفة، ما تكلفيش نفسك والنتيجة هتطلع ما فيهاش يعني فرق كتير. سبتها حوالي تلت ساعة على النار على حد ما خدت نص سوا، وبعد كده خدتها ورحت بيها في الفرن. حطيتها، طبعا هي مستوية نص سوا، الفراخ نص سوا، كملت السوا بتاعها وشربت المادة السائلة بتاعتها، واتحمرت، الوش اتحمر كده، وزي ما انتوا شايفين شكلها. الريحة بتاعتها بسم الله ما شاء الله جبارة، بسم الله ما شاء الله، قلب الدنيا، الله أكبر. بالهنا والشفا طبعا، بالهنا والشفا للي هياكل، بالهنا والشفا ليكم انتوا مشاهديني الأعزاء. يلا قوموا كده وشجعوا واعملوا صينية البطاطس دي، سهلة جدا ومش مكلفة، وفي نفس الوقت سريعة جدا، مش هتاخد منك اي وقت في تجهيزها. اعملي معاها طبق رز كده بالشعرية وبالهنا والشفا. آه، يلا قبل ما اسيبكم كده لايك واشتراك للي ما اشتركش معايا لو بتشوفيني اول مرة، وكمان تعليق فضلا وليس امرا.
التعليق يا جماعة هيفرق معايا، وهيخلي القناة بتاعتي تدفع تترفع على اليوتيوب. وهنا أسيبكم إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.